وإقليم الكرد المفترض شمال شرقي سوريا بمحاذاة الحدود العراقية والتركية، ويضم مدنا أهمها قامشلو، الحسكة، ديريك، عمودة، سريكانية، الأبيض، كوباني وعفرين. وتبلغ مساحة المنطقة حوالي 24 ألف كيلومتر مربع، أي ضعف مساحة لبنان. ويبلغ عدد سكانه حوالي 3,500,000 نسمة، أغلبهم كرد مع وجود أقليات عربية وآشورية. هذا الإقليم يتمتع بثروة اقتصادية ضخمة، إذ يمكنه إنتاج 250 ألف برميل نفط يوميا، كما ينتج كميات هائلة غير معروفة من الغاز. ويشكل إنتاجه النفطي أكثر من نصف إنتاج سوريا البالغ 380 ألف برميل قبل الثورة. الزراعة مقوم اقتصادي آخر للمنطقة الكردية، حيث يبلغ حجم المساحة القابلة للزراعة 18 ألف كيلومتر مربع. وينتج الإقليم 1.4 مليون طن من القمح، تشكل نحو 37% من إنتاج سوريا. أما من القطن فينتج 273 ألف طنا، تشكل حوالي 39% من إنتاج سوريا. ويفوق عدد أشجار الزيتون 15 مليون شجرة، أي 23% من عدد أشجار سوريا. ويخرج من المنطقة نحو 45% من إنتاج سوريا الزراعي. وتستمد الزراعة قوتها من موارد مائية ضخمة، هي 10 سدود سعتها حوالي 300 مليون متر مكعب من المياه، و8 أنهار بينها نهر دجلة العملاق، إضافة إلى عشرات آلاف الينابيع والآبار. موارد الإقليم المائية تشكل نحو 55% من حجم ثروة سوريا المائية. لكن ماذا عن الإيرادات المالية لهذه الموارد؟ وفق أسعار السوق العالمية الحالية، يمكن أن يجني الإقليم من النفط 9.5 مليار دولار سنويا، من الزيتون 750 مليون دولار، من القمح 372 مليون دولار. أما من القطن فيمكن أن يجني 230 مليون دولار، أي يمكن تحقيق إيرادات سنوية تبلغ 10 مليارات و800 مليون دولار، أي أكثر من نصف ميزانية سوريا للعام الجاري. ومع بقاء المدن الكردية خارج دائرة الحرب والدمار، قد تتوجه المساعدات ورؤوس الأموال المستقبلية إلى التنمية بدلا من إعادة الإعمار.